نعم، وننتقل معكم الآن إلى هذه الBMP الذي اغتنمتها كتيبة المعتز بالله التابعة للواء المتحبين في الله. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي. سلام. أخي هذه الBMP من وين اغتنمتوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اغتنمناها من حاجز حصرايا أثناء تحريره. تحرير حاجز حصرايا في الريف حمامة. في ريف حمامة طبعا. نعم، وهي جاهزة للاستخدام هلا؟ بإذن الله تعالى. جاهزة للاستخدام، وين راح تستعملوها هلا؟ هلا حاليا إن شاء الله مجهزة، بدنا ندخل معركة تحرير هناك بإذن الله. ندخل فيها. أو ممكن ننزل على جنان بريف حمامة كمان، إنه هنيك سرية إنه كمان بجوز الشغل فيها هنيك. طيب المواد تبعيتها، القذايف، شغلاتها كلها متوفرة ولا لا؟ بإذن الله تعالى كله جاهز. يعني عندكم نقص في شيء من المواد؟ والله نفس الشيء بمادة المازوت. محروقات يعني. ولا من ناحية القذايف، ناحية الرشاش؟ هاي الرشاشة كان عاوز فكينا، عم نجهز الرشاشة بإذن الله جديد. نعم، استعملتوها قبل المرة؟ لا. لا هلا يعني تجهيزات مشان الاستعمال بعدين في تحرير. إن شاء الله تعالى. يعني سلاحكم كله ثقيل ولا بس هي ثقيلة عندكم؟ في حملة أسلحة نوعية يعني متوسطة وما ثقيلة. متوسطة كل الأسلحة نعم. شكرا لكم السادة المشاهدين. هاي كتيبة المعتز بالله غنمت BMP من حاجز حصرايا أثناء معركة تحرير الحاجز ضمن لواء المتحبين في الله ضمن هذه العملية، وأسلحتهم كلها بسيطة إلا هذه الBMP وسلاح رامي الطيران 23 هم السلاحان الثقيلان في هذا اللواء. نعم وشكرا.